السي ار 7 الأسطورة كريستيانو رونالدو. في ناس شايفة ان كريستيانو هو الافضل في التاريخ، وناس تانية قالوا انه الاكثر تأثيرا في تاريخ اللعبة، وناس تانية هجاصين خالص شايفين سهل جدا انك تبقى كريستيانو رونالدو، سهل جدا. الصعب انك تبقى ميسي. اقسم بالله انت برنس. صدق انا بقول لك سهل جدا. انا ممكن اطلع بس واقعد اعمل مش عارف ايه والكلام ده ورا بعض وبتاع وبنتات والكلام ده ابقى كريستيانو. ممكن تتفق مع الكلام ده او تختلف معاه، لكن مفيش شك ان كريستيانو رونالدو هو احد عظماء اللعبة على مر التاريخ. اهلا بكم اصدقائي، هنتكلم النهارده عن اهم اللحظات في حياة الدون التي صنعت لنا اسطورة السي ار 7 كريستيانو رونالدو. وأول لحظة معانا هي موت والده. وفاة والده أكيد كانت أثرت عليه بشكل كبير، لأن أي حد عظيم بيمر بمراحل ضعف وانكسار ومراحل انتصار وصبر، ولعل ده اللي مخلي في ناس مرتبطة أوي بكريستيانو رونالدو، إن رونالدو شخص مهما وقع ما بيقفش ما بيعطلش، بيعرف ازاي يقوم ويكمل من جديد. واكيد دي كانت احد الصدمات، لكن قدرت تقوي من الدافع والعزيمة عند كريستيانو رونالدو، وقدرت توقفه عشان يصنع المجد ليه والوالد. تاني لحظة ليه هي أول مشاركة مع سبورتنج لشبونة، وبالتأكيد البداية بتكون صعبة، لكن رونالدو وصل لسبورتنج تاريخ 14 أغسطس 2002، تاريخ لن يمحى من ذاكرة الدون. وهو في سن 17 عاما بدأ كريستيانو مشواره الاحترافي مع مين؟ مع سبورتنج لشبونة، أحد أقوى أندية البرتغال التي صدرت لنا الدون الأسطورة كريستيانو رونالدو. ومن هنا ننتقل لثالث لحظة معانا، المباراة الودية للمان يونايتد أمام سبورتنج لشبونة. رونالدو وقتها كان لاعب مغمور محدش عارفه، بيلعب في نادي سبورتنج لشبونة، لكن وقتها السير أليكس فريكسون أعجب جدا بكريستيانو رونالدو، ودي كانت لحظة القدر فيها وتوفيق ربنا كان له دور عشان رونالدو يقدر يوصل ويكمل في مشواره الاحترافي. بالتأكيد أي شخص بيكون محتاج بعض التوفيق بعض الحظ عشان يقدر يكمل، وكريستيانو كانت دي اللحظة اللي فعلا القدر وقف فيها جنبه عشان يقدر يكمل ويوصل. ومن هنا ننتقل للحظة الرابعة، بالون دور الأولى 2008، الموسم الأعظم في تاريخ كريستيانو رونالدو. الموسم ده حرفيا رونالدو عمل كل حاجة، فاز بالدوري، فاز بالكاس، هداف دوري، هداف تشامبيونز ليج، التشامبيونز ليج، أحسن لاعب في الدوري، كل حاجة كل حاجة، حقق كل حاجة. ومن أهم اللحظات وقتها هدفه الشهير في نهائي دوري الأبطال قدام تشيلسي في 2008، المباراة اللي انتهت بالتعادل 1-1 في مباراة تاريخية، وراحت لضربات الجزاء، ورونالدو أهدر ضربة الجزاء